النهاردة مش بس هنتكلم عن حرب أكتوبر، لكن هنتكلم إزاي وصلنا للحرب. يوم 5 يونيو 67 حصل أسوأ يوم في تاريخنا. الطيران الإسرائيلي ضرب كل المطارات المصرية تقريبا في ضربة واحدة مفاجئة. الضربة دي اتسمت بعدين بالضربة الجوية المسبقة. حوالي 85% من طياراتنا اتدمرت وهي لسه على الأرض، وفي الوقت اللي كانت إسرائيل بتهاجم من كل اتجاه أصدرت أوامر بالانسحاب الغير منظم من سيناء. مش انسحاب عسكري، دي كانت فوضى نجاة. 6 أيام بس كفيلة إنها تغير الخريطة بالكامل. إسرائيل احتلت سيناء بالكامل والجولان والضفة الغربية بالكامل والقدس الشرقية. كسرت هيبة الجيش اللي كانت الناس شايفاه درع الأمة، وللأسف الإذاعة كانت بتذيع بيانات نصر وهمية. لكن لما الحقيقة ظهرت الشعب خرج للشارع مش بس حزين، خرج مكسور تايه بين الصدمة والكرامة المهدورة. بس من رحم الهزيمة اتولد الغضب. عبد الناصر طلع في خطابه الشهير وقال الكلمة اللي اتحفرت في التاريخ: لن نستسلم ولن نرفع الراية البيضاء. وبعدها أعلن تنحيه، لكن الناس نزلت بالملايين تهتف لا خليك. من هنا بدأت الرحلة الجديدة، رحلة ما بين النار والصبر، رحلة بناء جيش من تحت الصفر، رحلة استرداد الأرض والكرامة. النكسة كانت الجمرة اللي ولعت حرب أكتوبر. الجزء الثاني اللعبة اللي بدأت في صمت. سنة 70 السادات مسك الحكم. أول قرار إنه يغير رجال الحكم من قبله. سنة كاملة محدش فاهم دماغه ولا هو ناوي على إيه. السادات كل شوية كان بيقول السنة دي سنة الحسم، هنحارب يعني هنحارب، لكن مفيش تنفيذ. شعبيته قلت، الناس فقدت الثقة والعدو استهون بيه. لكن السادات كان بيلعبها على الطريقة المصرية الهادي اللي بيخطط في صمت. راح المخابرات وقال لهم بوضوح: أنا عايز أطهر الجبهة الداخلية من الجواسيس وأطهر الأقمار الصناعية. الجبهة الداخلية سهلة، لكن الأقمار الصناعية إزاي نعملها؟ الهدف من الفكرة إنه لازم ينقل معدات وأسلحة للجبهة من غير ما إسرائيل تحس. لو نقلنا أي حاجة الأقمار هتكشفها فورا. فقرر يعمل اللي المصريين شاطرين فيه: اللعب بالعقول. جاب واحد من جوه الموساد نفسه، شاب بولندي للأصل، عبقري في الأرصاد الجوية ومحضر الدكتوراه كمان، لكن مظلوم ومقهور جدا. 6 سنين من غير ترقية، وده بسبب غيرة رئيسه في الشغل، لأنه كان صغير في السن وذكي جدا. ولما اتنقل للموساد عاملوه معاملة مبتدئ في المجال. وهل هو المسؤول عن التحليل الأولي للأقمار الصناعية؟ فقرر يوافق يتجند لحساب مصر عشان ينتقم منهم. بدأ يبعت للمخابرات المصرية تحليلات واحداثيات عن الأقمار الصناعية لمدة شهر كامل. بس ده ما كانش كفاية، وساعتها طلب منه الضابط المصري الصور نفسها. لكن الشاب البولندي اتضايق وبدأ يحس انه بيقل منه. لكن بكل ذكاء الضابط المصري احتوى الموقف واقنعه وقال له: احنا عايزين الصور نفسها عشان نحتفظ بيها كأرشيف. وافق واداله كل الصور اللي محتاجينها. وبعد الشغل الشاق الخبراء المصريين قدروا يرسموا خريطة كاملة لمسارات أقمار التجسس على مدار ال 24 ساعة. وقدرنا نرصد المسارات اللي بيمشي فيها الأقمار عشان نحدد مسارات مخالفة نمشي فيها. واللعبة كانت مقلوبة، العدو اللي بيراقب بقى هو اللي بيتراقب. الفصل الثالث: التخطيط. مآذن عالية وقلوب مش بتخاف. هنا ظهر الفريق سعد الدين الشاذلي. لما اجتمع السادات بيه ومعاه محمد صادق وأحمد إسماعيل حصل الخلاف الكبير. الشاذلي قال: إمكانياتنا محدودة، نقدر نعبر القناة ونقدر نكسر خط بارليف ونثبت 10 كيلو ل 12 كيلو شرق القناة، وبعدها نوقف ونحضر للمرحلة الثانية. محمد صادق قال: لا، لازم ندمر كل قوات العدو في عملية واحدة. وأحمد إسماعيل قال: مفيش حرب قبل ما نقلل الفجوة الجوية. الشاذلي رد وقال: الفجوة عمرها ما هتتقفل، لكن نقدر نكسب بالعقل. واتفقوا يمشوا بخطة الشاذلي، خطة المآذن العالية. بدأ تدريب الكتائب 36 مرة. الشاذلي بنى مواقع تدريب مطابقة للواقع بالملي عشان كل جندي يعرف هيتحرك ازاي وامتى. صور خط بارليف جابها لينا رفعت الجمال الشهير برأفت الهجان. وبناء عليه الشاذلي درب 40 كتيبة مهندسين على 450 طلمبة ضغط مية تفتح الساتر الرملي بالمية بدل المتفجرات. فكرة عبقرية. حرب مخابرات قبل الحرب
وبدأت أول فكرة عبقرية للتمويه، إن تم صنع ماكينات خشب وحديد واتحطت في مواقع مختلفة الهدف منها تضليل العدو. ونيجي للمشاكل اللي بدأت تظهر واحدة ورا التانية، بس مع ذكاء التخطيط العسكري قدرنا نتغلب عليهم. وأولهم إن إحنا عايزين قمح، ولو استوردنا كمية كبيرة هيتشك فينا. بسيطة، اطلع في الإعلام وقول إن صوامع القمح غرقت. الصور انتشرت والناس صدقت، بس القمح اللي كان في الصوامع اتنقل في أماكن سرية، واللي استوردوه كفى البلد والجيش. طب هنحتاج كشافات، عايزين كشافات. المخابرات سربت ان الكهرباء هتقطع في مصر الفترة الجاية لان محطات الكهرباء متهالكة. وسمع مهرب بيشتغل في السوق السوداء الخبر ده، وساعتها قرر ياخد الصفقة دي ويجيب كشافات ويبيعها ويكسب فيها. وبالفعل المهرب استورد شحنة كشافات ضخمة، وأول ما دخلت مصر الحكومة استولت عليها. طيب عايزين أماكن في المستشفيات. يؤمر السادات تسريح ضابط دكتور من منصبه. يطلع الضابط يفضح الدنيا ويقول مستشفيات مصر فيها وباء، وطبعا هنفضي المستشفيات للتطهير وبقت جاهزة للجنود المصابين وقت الحرب. طب عندنا مشكلة في الوقود. الاتحاد السوفيتي رفض يدينا وقود لأن كان خايف إن يحصل حرب بين مصر وإسرائيل. وهنا يظهر دور البطل محمود يوسف سعادة لما تبلغ اننا محتاجين وقود صواريخ مشابه للي احنا بنستورده. ما كدبش خبر، وهو و7 من الباحثين اخترعوا وقود مصري 100% خلال 6 شهور، وده كان انتصار في حد ذاته. وبدأ السادات يلاعبهم بمنتهى الذكاء، وكل شوية يبعت مع أشرف مروان العميل المزدوج إن مصر بتعلن حالة التعبئة. هوبا إسرائيل تعلن هي كمان، ويحصل الموضوع أكتر من مرة لحد ما زهقوا وقالوا إن السادات بيستفزهم بس. ومع يوم الحرب فعلا اتبلغوا قبلها بالتعبئة، بس قرروا ما يعملوش حاجة لأن كل مرة بيكلفوا الدولة ملايين ومفيش حاجة بتحصل، وأكيد كلام فاضي زي كل مرة. ولكن ما كانوش يعرفوا اللي كان مستنيهم، وغير إن السادات طرد الخبراء الروس اللي كنا بنستعين بيهم في الدفاع الجوي، فمستحيل يكون في حرب. شفرة شياطين النيل. آخر مشكلة كانت الشفرات. كل شفراتنا كانت معروفة عند إسرائيل، وقعدوا القادة المصريين يفكروا ويدوروا. وفي يوم كان في 2 قادة ماشيين وبيتناقشوا، وسمعهم السواق اللي كان بيوصلهم، وكان العسكري اسمه أحمد إدريس، وقال للقادة على لغة بتتنطق ما بتتكتبش وهي اللغة النوبية، وبدأ يشرح ليهم أمثلة عن اللغة. والفكرة عجبتهم جدا. الفكرة وصلت للسادات فأمر بمقابلته، بس ازاي ده يحصل من غير لفت أنظار؟ أصل ليه رئيس جمهورية يقابل عسكري؟ وعلشان كده تم القبض على أحمد إدريس من الوحدة بتاعته وخدوه بالكلبشات من وسط أصحابه عشان ما حدش يشك. ولما قابله السادات طمنه وقال له احكي لي عن اللغة النوبية، وبدأ يسرد الموضوع. بس السادات قال له احنا مش لسه هنتعلمها ومفيش وقت. وساعتها رد أحمد إدريس وقال إن حرس الحدود أغلبهم نوبيين وعلى دراية كويسة باللغة النوبية وبيتكلموها بطلاقة. وبالفعل تم استدعاء كل حرس الحدود وبدأت الخطة، ومن هنا بقت اللغة النوبية شفرة الحرب. وفي يوم العبور لما الطيارين الإسرائيليين سمعوا جملة نوبية سمعوها وما فهموش حاجة، لكن بعدها بلحظات نزلت عليهم الصواريخ زي السيل، لأن اللي ما كانش حد يعرفه ساعتها معناها إن نضرب الساعة كذا. واللي ما يسموش بعد كده أطلقوا على اللغة دي شفرة شياطين النيل. الفصل الأخير 6 ساعات غيروا التاريخ. في أول دقيقتين من الحرب اتضرب 10,000 صاروخ على خط بارليف. بعد 20 دقيقة 200 طيارة مصرية عاملين 300 غارة. بعد 3 ساعات 32,000 جندي مصري على الضفة الشرقية. لكن استنى، تعال نرجع خطوة ونسأل، هو إيه أصلا خط بارليف اللي المصريين كسروا أسطولته في 6 ساعات؟ خط بارليف ما كانش شوية رملة وتراب زي ما الناس بتقلل منه، ده كان من أقوى التحصينات العسكرية اللي موجودة في العالم بعد الحرب العالمية الثانية. ده كان بيسموه أقوى خط محصن في العالم. امتداد الخط 170 كيلو متر على ضفة القناة الشرقية، ارتفاعه من 20 متر ل 22 متر. وبالرغم من كده جنودنا اتدربوا على ارتفاع 30 متر، وده غير ان كان قدامه حقل ألغام بعمق كيلو متر جواه 31 نقطة حصينة، كل نقطة فيها ملاجئ خرسانية مدفونة تحت الأرض، مواقع نيران في كل مكان، أنفاق للحركة الحرة، وأنابيب النابالم لو اتفتحت القناة كلها هتولع نار، يعني اللي يحاول يعدي بيتحرق.
لكن هنا ظهرت العبقرية المصرية، فكرة اللواء باقي زكي يوسف اللي قلبت الموازين. نفتح الساتر الترابي بمضخات المية. الفكرة بدأت بسيطة لكن كانت المفتاح، والفكرة جات له لما لاحظ أثناء عمله في السد العالي إزاي بيتم تحريك كميات ضخمة من الرملة والطمي عن طريق المية. اشتغلت المدافع والطيارات في تمهيد مدفعي وصاروخي ساعة كاملة، وفي نفس الوقت أبطال مصريين دخلوا يخاطروا بنفسهم عشان يسدوا فتحات النابلم. وبعدها اتفتح الطريق، اتعملت 22 نقطة مرور على طول الجبهة تحت حماية الطيران المصري اللي كان بيدك الحصون دك. ولما نجيب سيرة العبور لازم نتكلم عن الشهيد أحمد حمدي، لأن كان ليه دور محوري في تطوير خط العبور، لأنه ساهم في تصميم الكباري العائمة المستخدمة في نقل الجيش عبر قناة السويس، وطور تقنيات فتح الثغرات في الساتر الترابي باستخدام خراطيم المية عالية الضغط، بالإضافة لاستشهاده أثناء محاولته إنقاذ كوبري حيوي كان بيتعرض للقصف الإسرائيلي في يوم العبور. والمعجزات حصلت. إسرائيل كانت متأكدة إن عبور فرقة واحدة هيحتاج 48 ساعة، لكن المصريين عبروا ب 30,000 جندي في 3 ساعات ونص بس. وبعد 6 ساعات خط بارليف اللي كانوا بيقولوا مستحيل إن هو يتكسر وقع بالكامل. وبعد 18 ساعة كان على الضفة الشرقية أكتر من 100,000 جندي و1000 دبابة. المستحيل بقى حقيقة. في اليوم الخامس خسائر العدو كانت كارثية، لحد ما قرروا اللي ما يتسموش إنهم يستخدموا الرؤوس النووية اللي عندهم. لكن جولدا مائير تراجعت وطلبت دعم أمريكي، وأمريكا طبعا مش هتتأخر عن ابنها الحيلة، وبعتت مساعدات أكتر من 2 مليار دولار. هنا العرب بانت قوتهم واتحدوا، واللي تقريبا من ساعتها ما حصلش اتحاد تاني. وطلعت السعودية ومعاها 7 دول عربية ان طالما امريكا قررت تدعم احنا كمان هندعم، ومفيش بترول عندنا لحد. وساعتها العالم كله اتقلب. وللاسف الموضوع ما كملش كتير، لان المشهد بعد عبور القناه وانتصار اولي مبهر الناس كلها كانت حاسه ان النصر بقى واقع، لكن الحرب لسه ما قالتش كلمتها الاخيره. في الجبهه الثانيه في سوريا الموقف كان بيزداد صعوبه. الجيش السوري بدا يتراجع بعد ضغط الطيران والمدفعيه الاسرائيليه، فبعتوا نداء للسادات: الحقونا، اسرائيل بتسحق الجبهه بالكامل. السادات كان قدامه قرار صعب جدا، هل يثبت مكانه ويحافظ على المكاسب اللي حققها في سيناء، ولا يخاطر ويتقدم عشان يخف الضغط عن سوريا؟ في 14 اكتوبر قرر يهاجم شرق القناه رغم اعتراض الفريق سعد الدين الشاذلي، اللي قالها بمنتهى الوضوح: يا فندم لو خرجنا من تحت مظله الدفاع الجوي هنكون مكشوفين تماما للطيران الاسرائيلي. بس السادات كان شايف ان التضامن اهم، وقال كلمته الشهيره: لازم نقف جنب اخواتنا، الحرب دي مش حرب مصر بس. وبكده تم الهجوم الثاني شرق القناة، لكن زي ما الشاذلي توقع الهجوم ده كلفنا كتير. إسرائيل كانت مستعدة والطيران ضرب بقسوة، وساعتها بدأت مرحلة جديدة من الحرب، ثورة الدفرسوار. يوم 16 أكتوبر أرييل شارون القائد الإسرائيلي اللي كان بيحلم بالانتقام من أول يوم لقى في فجوة بين الجيشين الثاني والثالث الميداني، وتسلل منها هو وقواته ومعاه قائد تاني اسمه أفراهام أدان. قدروا فعلا يعبروا غرب القناة ودخلوا ناحية الإسماعيلية والسويس. لكن مصر ما كانتش ساكتة، بدأت معركة من أعنف المعارك في الحرب، معركة المزرعة الصينية. كانت الأرض هناك مليانة بمواسير ري ومزارع مهجورة، بس اتحولت لساحة نار. الدبابات الإسرائيلية كانت بتتحرق واحدة ورا التانية، والجنود المصريين قتلوا لآخر طلقة. معركة كانت مدتها ساعتين، واللي نجا منها كان بيقول بعدها: احنا شفنا الموت بعينينا. ورغم خسائر الطرفين شارون ما قدرش يحقق هدفه بسهولة. حاول يتقدم ناحية السويس، لكن هناك كانت الملحمة الأخيرة. 24 أكتوبر دخل السويس متخيل إنها مدينة منهارة، لكنه دخل جهنم. الجيش والشعب كانوا إيد واحدة، الرجالة كان فوق السطوح والستات كانوا بينقلوا ذخيرة، والمقاومة الشعبية حولت المدينة لساحة حرب. الدبابات الإسرائيلية اتحصنت في الشوارع الضيقة، وجنودهم فضلوا يصوتوا في اللاسلكي إن هم كانوا متحاصرين. فضلت المعارك لحد 28 أكتوبر، لحد ما توقف إطلاق النار رسميا. لكن العالم كله كان عارف النتيجة من قبل الإعلان. مصر كسرت الجيش اللي كان بيتقال عليه لا يقهر، ورجعت الكرامة. وتفضل حرب أكتوبر مش بس نصر عسكري، لكن رمز إن المصري لما بيقع بيقوم أقوى، وإن مفيش حد أبدا يقدر على مصر ولا المصريين. سلام.